اغبى حاجه في الدنيا هي يتعطى كنز كبير لواحد مكلخ. انا فلوسي الفكاك شبعه فكاك بحال اللي كتعطي البيرمي ديال الكار لواحد حمار. سمحوا لنا اللي ما يامنوش بهذه الامور احنا نامنوا بها. انا اول مره نعرف انه الكرامه عند الجيران مرتبطه بالتفاح. الكرامه والشرف والرجوله مرتبطه بالتفاح. ايوا وإلا ما كانش عندك التفاح. عندك تفاح راك راجل، ما عندكش تفاح ماكش راجل. لو كان صحابني كون صيفط لكم التفاح من عندي ونزيدكم مولاي حتى البنان. هذه التفاحة التي أصبحت رمز من رموز إشمول وآغيس وبوحمامة ويبوس ولا الحواس ولا ابو بغله. رمز من رموز الإنتاج الوطني، رمز من رموز استرجاع الكرامة. هذه التفاحه هذه بفضل السياسه الحكيمه لفخامه الرئيس، بفضل الجزائر الجديده المنتصره، هذه التفاحه جابت لنا الكرامه. الجزائر الجديده لانه في الجزائر القديمه ما عندناش تفاح، كنا نستوردوه، ما عندناش كرامه، ما عندناش شرف، ما كناش رجال. أنا والله ما بغيت تزيد معك كلمة صافي. ما كناش رجال في الجزائر القديمه، ما كناش رجال وكنا ما نسواوش بصله لانه ما عندناش تفاح. راه فرق كبير ما بين العلم والجهل. الجهل كيخليك مقابل غير التفاح والنفاح. عشرة مالحة فين كنتي سارحة في جنان صالحة، أشكليتي أشربتي هي التفاح هي النفاح يا قاضي يا بو مفتاح. اما العلم كيخلي قيمتك عاليه وكل شيء يدير لك 1000 حساب وتاخذ البلاصه المخيره في اليونسكو. المغرب احتل الرتبة الأولى دبلوماسيا من جديد. الفترة من 2025 حتى 2029. مبروك عليكم يا المغاربة. بنتيجة 146 صوت. أولي هنا جالس وشاد مطرقة وتيحكم. هاد السروال مغربي، هاد التقشيرة مغربية، هاد القفطان مغربي. متزعما لائحة أمام كبار الدول. مبروك وزغرتها الحمام. المغرب في المقدمة إخواني الكرام، الجزائر في المؤخرة إخواني الكرام. كنا في المؤخرة نتاع افريقيا. تبارك الله، الله يبارك فيك. الإنجاز طبعا لمصلحة المغرب، برافو مرة أخرى. أما احنا الجزائر فدينا الشعر. ده بيفتح وهذا خوت. كما قلت لكم على الصحراء المغربيه، جمعوا قياطنكم دابا، جمعوا يديكم على التراث المغربي، حيت المغرب في اليونسكو. وحيت المغرب في اليونسكو غير فوتوا عليكم داكشي ديالنا راه ما تسجلوا بحال سكران طايح في الدروج. أروحوا نعرفوا قصة طبق السكران طايح في الدروج. مومو في حجر مو. حالك هذا الطبق الرئيسي التقليدي العاصمي اللي هو مومو في حجر رمو. فطيرة اليربوع وبالدارجة المغربية طبة في خبزة، غير ما عارفاش واش بالحرور ولا لا. يتمتع بخبرة كبيرة فهو يتتبع أثرها. بوع تتناسب وتحضير خبزة الملة أين لا يستغنى عنهما، فالسكان يحرصون على تناولها، فقيمة الجربوع الغذائية كبيرة جدا خاصة لمرضى السكري وفقر الدم وأمراض أخرى. عندهم تعالب والديوبة، فالجربوع كاين غير فاشي. القفطان مغربي، الطاجن مغربي، والزلج، وعمي راه هادشي مغربي. سرقت التراث اللي كان تشغل نسرقو البنان. انا اكتشفت ارقام، اكتشفتي الدبان. انا مدينة شرق وغرب كل شي يعرف الصحراء مغربية. بزغ العلا. هللوا يا شباب لوينا. نحن في اليقظة أم في الحلم؟ نعم نحن في اليقظة يا بلبلتي. أطلت علينا بشرى احتفال بكرة القدم. وأي احتفال؟ احتفال تقشعر له الأبدان، من الهزيمة إلى النصر تروى له الأزمان. 16 هدفا أصابت القلوب بدهشة وذهول لا ينسيان. والله ما فهمت. فهمونا بالعمي، فهمونا.
ثم قال ماذا؟ مي كاينه حاجه لازم نهضروها. المنتخب المغربي الماتش اللي فات مع المنتخب البرتغالي خسروا 6-0، والماتش اللي قبل هذا خسروا كيف مع الجابون هدفين ل0. وشوف التشويل هاد الجزء حقاني انا شراوهم من الاخر، ومانيش مآمن بالنتيجه هذه. قول على امك. واش اللي قال انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان كيصوم غلط غادي يتقلك ب 16 الهدف ديال المغرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنه عاش بتقويم خاطئ، كانوا يصوموا في اشهر خاطئه. هذه باعتراف التاريخ يعني ما لا هرب منه يعني. كيبان لي غنضرب مو بواحد. لا 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 خليونا واحد شويه من هاد الهبال واجي نشوفوا الحارس ديال كاليدونيا فاش سال الماتش. نعطيك انا نعطيك وحده علي روتور. طاكيت لك الاولى، علاش ما تجيش طاكي عليا شويه؟ يا اختي كنا جالسين ما عليا ما بيا، حتى كنحصل الجيران سارقين تصويرت واحد الكوري وحاطين وجه على اساس هو فاش كان صغير وكاتبين عليه يا ليت الشباب يعود يوما. ومين بغيتوا الشباب عمي يعودوا قولوا هالي نوريه لكم صوت وصوره. انا سي مراد كل حال نظن الحكم ما يكونش قاسي لهذه الدرجه، ولكن حقيقه الاداره ما خرجتش سليمه من 30 سنه تاع نمط تاع التسيير ونمط تاع حكم. سبحان الله يخلق من الشبه 40 غير الويجي اللي كان في سوبر ماريو. اجي ما يكونش هو حيت حتى في اللعبه عاقوا به. شوف شنو عطاوه. سي بور توا سي بور توا سي بور توا سي بوعلام سنصال هو كاتب جزائري فرنسي ومشهور عالميا. بسبب التصريحات ديالو ولا غادي يضر مزيان النظام الجزائري، غادي يدخلوه للحبس. علاش؟ حيت قال انه الصحراء الشرقيه كانت في الاصل مغربيه. تبون واش غادي يكتفي غير بالحبس ديالو؟ بطبيعه الحال لا، غادي ينوض وغادي يخدم ولد الشينويه اللي فيه. انا نعتبر نفسي ابن الشيخ امود، انا نعتبر نفسي ابن مصطفى بن العيد رحمه الله، ولا عميروش، ولا الحواس، ولا لطفي، ولا ابو بغله، كل شهداء. اذا اليوم تجي نتايا تبعث لي واحد لص مجهول الهويه مجهول الاب يجي يقول لك الجزائر نصها كانت تاع الدوله الفلانيه. يصفه بانه مجهول الاب. هذا رئيس الدوله كيفاش كيتكلم. البارح الصاد وصل مزيان لخيب السميه ومن المانيا، وكانت هناك معلومات في الساعات الماضيه كتقول بان المانيا هددت الجزائر، يا اما تطلقوا بوعلام سنصال يا اما تبون ما يرجعش عندنا يتعالج. انتم اطلقتم سراحه مجبرين. اهم شيء شنو وهو انتصار مغربية الصحراء الشرقية، وقد أجبر النظام الجزائري على إطلاق سراحه وهو لم يتراجع عن مواقفه. الجزائر هي أقوى دولة في اللوبيا والروز والعدس وعسل. تبون اللي خاف من تصريحات ديال الكاتب فاش قال انه الصحراء الشرقيه مغربيه الاصل، كون على بال انه الصحراء الشرقيه قريبا غادي ترجع، والمغرب ما عمرو كان ناسي الاراضي ديالو باش حتى جابوا نصلصال وعاد غادي يفيقوا. لا راك غلط، المغرب كيدرس كل خطوه قبل ما يديرها باش فاش كتطبق على ارض الواقع كتكون النتيجه مضمونه. هاد المرضى النفسانيين طمعوا حتى في اسم المغرب ياخذوه. السميه ديال المغرب مهبله وبقى لك اسيدي خاصهم يتقاسموا معنا السميه، ما بقاتش عجبهم السميه اللي دارت لهم فرنسا، بغاو السميه ديال المغرب والمغاربه اللي ضاربه في اعماق التاريخ. انا شخصيا كانت لي في بدايه هذا المنطوق شاركت في مناظرات مع اطراف ماركه. خلينا نسمي خطره المصطلح المغرب هذا مفروض خلاص نوضعوا له حد، لان المغرب هذا مصطلح المغرب نسالوا فيه كامل، لان هذا المغرب استثمرت فيه الاجنده الصهيونيه على اساس ان كل ما هو المغرب العربي قزم في هذا النظام، هذا النظام المتصهين هذا. ايوا راه ما بقاتش مسلسل بغيت حياتك، ولينا في بغيت تاريخك وهويتك ونلغيك باش نكون انا بلاصتك. درت اي طلبه دخلوها في راسكم بان المملكه المغربيه المغرب هو محور الكون.
المغرب هو محور الكون. هزوا ستيلو ورقه بقاو تكتبوها، المملكه المغربيه هي محور الكون. الجزائري سولو باه علاش الناس ما كتحترمناش، جاوبو وقال ليه حتى يموتوا اللي كيعرفونا، حيت هما عارفين ومتاكدين ان المغرب هو المرايه ديالهم اللي كيشوفوا فيها راسهم وباغيين يهرسوها باي طريقه باش يكون النظام عنده قيمه مغشوشه قدام العالم كامل. ولكن المغرب عارف مزيان بزولة الشر شحال ما طال الزمان كترجعوا لاصلكم. هذا موجز القرار. إن الجزائر لابد أن تكون زعيمة الدول الإفريقية وأن تبقى لها هذه الزعامة. بدا في الأفق من ينافسها، فوجب عليها اتخاذ كل التدابير لإضعاف هذا المنافس القوي. يجب إضعافه سياسيا واقتصاديا وعسكريا أخيرا. هذا المنافس هو المغرب طبعا. الضربة الأولى ستحط من معنويات هذا الخصم القوي وسترهقه اقتصاديا وتهزمه سياسيا. يوجد في الجزائر حوالي 40,000 مغربي يعملون في شتى الميادين، منهم معلم الكتاتيب القرآنية وعمال فلاحون وبناؤون، ومنهم جماعة كبيرة تعمل في التجارة وتملك عقارات ضخمة من فيلات إلى عمارات إلى مزارع. ريثما ندبر الأمر فيما يتعلق بالجانب العسكري. سنجمع المغاربة العاملين والقاطنين في الجزائر وسندفع بهم إلى ما وراء الحدود مجردين حوفات عراة. وبانضمام الصحراء المغرب يعاني من دهورة الاقتصاد، وبوضع 40,000 من المغاربة خارج الحدود حوفات عراة سنبدل استقراره فوضى ولا استقرار. ثم ستبقى ثروات وممتلكات أولئك الحوفات العراة ربحا لنا. وعسى